صباح الخير دكتور. اهلا، صباح الفل. أنا عندي مشكلة. في حاجة مش فاهمها؟ لا يا دكتور، بالعكس، قال لو مشيت ورا كلام حضرتك بالمعلومات والأرقام راح أجيب امتياز. بس أنا ما عم بعرف كيف حب المادة، وأنا ما فيني أدرس مادة إذا ما حبيتها. وما قلتليش ليه قبل كده؟ بصراحة دكتور، حضرتك بتجي مرة واحدة في الشهر فما بلحق يعني. عايز تحبها يعني؟ بص بقى يا سيدي، التوكسيكولوجي دي شبهنا، شبه حياتنا بالظبط. فكرة ان في مضاد لكل سم عاملة زي الخير والشر، الفرح والحزن، الحب والكره. كل حاجة وعكسها هي اللي بتحرك دنيتنا. وظيفة مضادات السموم إنها بتبطل تأثير السم نفسه، وده اللي احنا لازم نعيش فيه. الحب والجمال، الفرح، نسبتهم لازم تبقى عالية في الدم، أعلى بكتير من أي مشاعر سلبية. ليه؟ لأن ده اللي هيخليك تحقق اللي انت عايزه. لو سبت الطاقة السلبية اللي جواك تأثر عليك، ايه اللي هيحصل؟ هتتحول لبني آدم مكتئب، بائس، يائس، وكل حاجة طبعا هتنعكس على حياتك. احنا في التوكسيكولوجي بنحارب الطاقة السلبية دي. تمام. فهمت ولا ما فهمتش؟ أنا متأكد طبعا إن أنت مش هتحبها في يوم وليلة، بس لو فكرت فيها بالطريقة اللي قلت لك عليها يمكن تحبها. أنت بتقرأ قصص رومانسية؟ عفوا؟ قصص رومانسية أحيانا. لو بتقرأ هتلاقي إن في حاجة ثابتة في كل القصص، إن البطل الرومانسي بيحارب طول الوقت عشان حبه يعيش. دور بقى، شوف بيحارب ازاي وليه ومين، هتعرف يعني ايه التوكسيكولوجي. بالتوفيق. هاي، صباح الخير. صباح النور مدام. عامله ايه دارين؟ الحمد لله. حبيبتي، عايزاكي توديني عيادات الجامعه الامريكيه. ليش بك شيء؟ لا حاجه بسيطه، بس انا احتمال اتاخر عليكي النهارده شويه. طيب والشغل اللي ورانا نحن هيك رح نتاخر. جرى دارين؟ هي دي اول مره نعمل ديفيليه سوا؟ يلا روحي اختاري البنات واعملي فيتنج وانا هخلص على طول واجيلك. بس رح ترجعي تجي وتنقي البنات كلها من الاول وتغيريهم. اسمعي الكلام وبطلي غلبه. يلا وديني المستشفى عشان الحق اجيلك بسرعه، ووعد مش هراجع وراكي. يلا. طيب اوكي. يا عمر، عرست السنة في ركبتها؟ من زمان. عبالك. انت فين يا ادم؟ والله لسه خارج من البيت وطالع على الاوتيل، مسافه السكه. طب يلا بسرعه، الفوتوغرافر فاضل لها ساعه وتكون هنا، وانت سنه عقبال ما بتجهز. لا سنه ايه ده، انا زي ما بقول لك انا بس اوصل الاوتيل وهلبس البدله وكله تمام، ما تقلقيش انت بس. بصراحه انا قلقانه قوي،
حاسه ان في 100,000 حاجه ما عملتهاش. بصراحه كده محتاجه يومين عقبال ما اخلص كل الحاجات دي. خير خير خير، كله هيعدي. نفسي ربنا يديني نص طولة بالك دي. انا مش عارفه انت ازاي كده. امين يا رب. ماشي يا سيدي، باي. مش عايز تشوف الفستان اللي كارما هتجيبهولي؟ ده هتلبسيه تحت الهدوم ولا هتلبسي تحتيه بغضي كريم؟ كارينا ايه يا عمر؟ انت بتتريق عليا؟ لا مش قصدي، يعني قصدي ان هو بيتلبس كده. ايه؟ شكله مش عاجبك ولا ايه؟ لا عاجبني جدا، بس يعجبني على واحدة ما اعرفهاش، ما خطبتهاش، ما بحبهاش، مش هتبقى على ذمتي. وما يهمنيش بقى الناس هيبصوا عليا يقولوا ايه. فهمتي؟ خليها تجيب لك حاجة تانية أحسن تنفعك. بس يا عمر خلاص يا ياسمين، انت بتجادلي في ايه؟ قلت لي خليها تجيب لك حاجة تانية أحسن تنفعك. صحيح يا كارما راجعة امتى؟ معرفش، يومين 3 كده على حسب، يعني على حسب ما كوكي تخلص الديفيليه. ألف مبروك يا أستاذ آدم. الله يبارك فيك. ربنا يسعدك يا رب ويكتب لك الخير. عروستك دي بنت حلال. ده انت كده مش متابعنا، انت كده مراقبنا. اصل انت ما تعرفش لما حد من الجمهور العادي يحط حد من المشاهير في دماغه بيعمل ايه. طيب ممكن بعد اذنك عشان عندي فرح فلازم اتحرك دلوقتي؟ معلش بس انا عايز حضرتك 5 دقايق والله ما هعطل. وانا بقول لحضرتك انا عندي فرح، فممكن في وقت ثاني يعني. عارف، بس انا عايزك في موضوع مهم قوي. اعتبره هدية جوازك. اتفضل. انا عايزك تكتب قصة حياتي، فيلم او رواية او مسلسل او اي حاجة، المهم انت بس اللي تكتبها. انا كنت بحب بنت وهي كمان كانت بتحبني، كان في ما بيننا تفاصيل وحلمنا سوا، بس للاسف بقى هي سابتني وراحت ارتبطت بواحد تاني، واحد من المشاهير اللي الناس كلها عارفاه وبتضرب له تعظيم سلام في الرايحه وفي الجايه، وهو صاحبها وراه فرحان بيها قوي، بس مغفل. هو ما كانش عارف لما خطبها ان هي كانت مع حد تاني. يعني انت جايب لي قصه هرست مليون مره في مليون فيلم ومسلسل وعايزني اكتبها؟ لا بس لما اشوف الصور اللي جوه الظرف الجميل الابيض ده هتعرف وهتحس باللي انا كنت عايز اقوله لك. كل صوره جواها هتشوف فيها مسلسل. اهم حاجه بس انا عايزك تركز في تعبيرات وشوشهم اللي جوه الصوره. صدقني والله مش هتلاقيها في اي فيلم من اللي انت شفته خالص. امسك يا فنان، تخيل بقى. مبروك يا فنان. الله يبارك فيك. مدام كريمة، حضرتك عايشة هون بلبنان؟ لا، أنا عندي ديفيليه كمان كام يوم هنا في بيروت، وكنت عايزة أعمل عملية تجميل في صدري، فالدكتور بتاعي قال لي أعمل تحاليل وأشعة وحولني على حضرتك بس. وما قال لك لشو هاي التحاليل؟ هو في حاجة يا دكتور؟ ليكي مدام كريمة، كل شيء صار له علاج، وبعدك صغيرة على هيدا المرض. المهم ما تكسي عن أي شيء رح أطلبه منك كرمال نعدي هيدي المرحلة الخطرة. وفي إيه بالظبط؟ مدام أنت عندك كانسر بالثدي. مدام كريمة، بعدك مش مستوعبة اللي قلت لك عليه. نصيحة مني، لازم نبدأ بالعلاج على طول. الكانسر من غير علاج بيزيد، ما بدنا نوصل لهيدي المرحلة. مستشفيات الكانسر كتير متطورة بمصر، ونسبة الشفاء فيها كتير عالية.
نسبة الشفاء قد ايه؟ من 30 ل 40%. بس على الأكيد بتزيد مع الوقت، مين بيعرف؟ إذا ما تعالجتش ايه اللي هيحصل؟ ياسمين، بقول لك ايه، انت هتجيبي لي فستان تاني؟ فستان ايه تاني؟ مش عاجب عمر يا ست. مش انتي قلتي لي ان انت تعملي 7 رجاله وهتقفي في وشه؟ ما انا قلت لك ان هو عريان ومش هيعجبه. ما انا ما عرفتش اقنعه. هبعت لك صوره واحد تاني. اوكي؟ طيب اوكي. بقول لك هو عمر جنبك؟ هو معايا بس معاه تليفون. طيب خلاص بصي، اقفلي دلوقتي، انا هعمل شويه حاجات كده وهرجع اكلمك. باي باي. مامي، واحنا رايحين فين؟ احنا هنسيب له البلد كلها ونمشي. ما تخافيش. اوكي يا كارما رد عليا بعد اذنك. انا عارف انك متلخبطه زي ما انا متلخبط بالظبط، بس خلينا نتكلم. على الاقل حد فينا فاهم التاني وشايف الموضوع ازاي. وعلى فكره كلها يومين 3 وهترجعوا وهنتقابل، فهروبك ده ملوش اي 30 لازمه. يا دكتور باهي، ازاي حضرتك؟ انا كريمه بكلمك من لبنان. معلش انا كنت بس عايزه من حضرتك خدمه كده، لان في واحده صاحبتي كانت رايحه النهارده للدكتور علشان تعمل عمليه في صدرها. عمليه تجميل. يعني شاف حاجه كده مش مظبوطه، فقال لها لازم تعمل اشعه وتحاليل. شاكك انه كانسر، فانا بس هبعت لحضرتك على الواتساب دلوقتي الاشعه والتحاليل دي. يا ريت تقولي بس اذا كان ده صح ولا الدكتور ده بيخرف لو سمحت يا دكتور، لانها هتتجنن وتطمن بس. اوكي ميرسي. معلش وديني حريصة. سارة في حاجة ولا ايه؟ لا مفيش، خشي انتي وانا جايه دلوقتي. طيب اوكي. Even the finishing of the dress and the material has been sewed handmade. Excuse me. أهلا ازيك؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك الله يسلمك. أنا آسف جدا، بعطلك عن حاجة؟ لا خالص. وصلت دبي امتى؟ أخبارنا إيه؟ الفستان جاهز؟ طبعا من امبارح، زي بتاع كل سنة بالظبط. متشكرة أوي. عارف أنا لما بحكي لأي حد أنت بتحتفل بعيد جوازك إزاي بيبقى نفسهم يتعرفوا عليك. وحضرتك بتعرفي أنا بحتفل بيه إزاي؟ لا ما أنا متخيلة طبعا، نفس الفستان نفس المكان. يا بختها بيك. ميرسي لذوقك. يبقى خلينا نشوفك، مش لازم يعني عيد جوازك يجي علشان نشوفك. حاضر. على فكرة جوزك هيزعل جدا جدا لما يعرف إنك مش لابسة الخاتم.
هيزعل قوي.